بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد وفيديو نشاط وحيوية وطاقة إيجابية جديدة، ويلا بينا نسمي بالرحمن ونصلي على الحبيب المصطفى وندخل على فيديو النهارده بقلب جامد. ويا ريت ما تنسوش تحطوا لي لايك للفيديو واشتراك لو لسه أول مرة تشوفوني. كل اخواتي وحبايبي بحبكم في الله، الله يسعدكم ويكرمكم ويراضي خواطركم. عيشوا معانا أحداث اليوم واذكروا الله وصلوا على الحبيب المصطفى. وتعالوا نشوف بقى الحاجة جابت لنا ايه النهارده من السوق. ربنا يبارك لي في عمرها ويديها الصحة والعافية ولا يحرمني منك يا أمي أبدا. ما شاء الله تبارك الرحمن. دي تسويقة الأسبوع يا حبايبي، أو احتياجات البيت من الأسبوع للأسبوع، لأن احنا عندنا السوق مرة واحدة في الأسبوع اللي هو بيكون يوم الاثنين. ما شاء الله تبارك الرحمن. ربنا يبارك لي في صحتها وعافيتها أمي. جابت لنا عنب وجابت لنا فاصوليا خضراء وجابت لنا كوسة وجابت لنا لوازم البيت. ما شاء الله. عندي بطاطس، دي حبايه بطاطس كده اللي هطلعها دي مزرعه، فهاخدها على السطح ازرعها، اقسمها 3 كده وازرعها. ويستحسن برضو لو عندكم بطاطس مزرعه ما تطبخوهاش، يعني النصيحه لوجه الله. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على الحبيب المصطفى. انا دلوقتي بهول حاجه كده عشان خاطر الجو حر زي ما انتم عارفين، وبعد كده رضوه عليها تستيف التلاجة. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على الحبيب المصطفى. زي ما انتم شايفين كده حبايبي، يعني ست الكل عارفه احتياجاتي الاسبوعيه للبيت. فما شاء الله تبارك الرحمن بتجيب لي من والى الا السمك. بصراحه انا اللي كنت بقول لها يعني بلاش السمك يوم الاثنين، لان احنا يا بناكله قبل الاثنين يا بعد الاثنين. لو هف علينا وجبناه يوم الاثنين يبقى من الله، ما هفش ابو عمار يا بتجيب لنا يوم مثلا الحد او يوم الثلاث بعد السوق يعني. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على الحبيب المصطفى. في اليوم ده يا حبايبي ابو عمار كان في المنصوره من بدري في المستشفى، فربنا يا رب يشفي ابو احمد شفاء لا يغادر سقما يا رب، اللهم امين. نبص بقى على الحاجه كده ونصلي على الحبيب المصطفى. تفاح فاكهه الاسبوع برضو، خوخ، خيار، الخضار اللي هو جابت لنا حاجه المحشي، وكوسه. هنا بقول لكم ده حبايه البطاطس اخدها على السطح عشان ازرعها، وبتطلع وبتكون زي الفل، ومش مهم هي هتطلع ولا مش هتطلع، المهم الزراعه. بصوا لما البطيخه ترن كده تحس ان في رنه في البطيخه كده، عرف ان البطيخه حلوه. انما لو خبطتي ولقيتها مكتومه تحس ان هي مكتومه مش فيها رنه، عرف ان البطيخه دي جرعه 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 جرعه. شوفوا دي بترن ازاي، بطيخ امي بطيخ ام. انا بحس بالرنه في الايد التانيه. خد هذه المعلومات من بياع البطيخ قديم. الصلاة على النبي. انتوا عارفين طبعا احنا هنعمل ايه في كده. الصلاة على النبي عليها، ربنا يديها الصحة امي يا رب والعافية. ربنا يا رب يا امي يديك الصحة والعافية وما يحرمني منك ابدا. جابت الحاجات اللي ناقصة في البيت تمام. ما شاء الله تبارك الرحمن. عندي بقى شوية مش جايباهم من فوق. انا من الناس يا حبايبي اللي بحب الجزر وبحب الجته وبحب الطماطم الخضراء وبحب الحاجات والفلفل والشطه والحاجات دي في قلب المش. فانا عندي البراميل بتاعتي ما شاء الله تبارك الرحمن، انا مستفاها جبنه كامله مش حاطه معاها اي حاجه من الحاجات دي. فانا نفسي في الحاجات دي بقى لي كام يوم، فجبت بقى برطمان من اللهم صل على الحبيب المصطفى. عادي كده يا رضوى لما قمت طب جبت برطمان فيه شويه مش على شويه مركه اهو، على حتتين جبنه بس عيالي كانوا جبنه. اللهم صل على النبي. اعمال ايدي دي مش السنه يا ولاد، الصلاه على حضره النبي. استنى يا بنتي يا رضوى موريهم بتاع امك اللي عاملاه السنه. امك عامله شويه مش السنه دي ما شاء الله تبارك الله، يتدرسوا في مدارس. شفت المش، شفت المش. هم عايزين دلوقتي رغيف عيش طري وتاكلي مش صافي، على الريحه وعلى الجمال وعلى الحلاوه. والحاجات السمراء اللي فيها دي يا اولاد حروقه المرت. دي حروقه المرت، مش حاجه وحشه يعني ولا حاجه كخه ولا حاجه يعي، ده حاجه عسل، ده ريحته تفتح النفس. اللهم صل على النبي. والله تسلم ايديا وحياه عينيا هذه الايادي الذهبيه. جيب دول بقى يا حبايبي، احط فيهم بقى ليمونه، احط فيهم بقى خيرايه، احط فيهم بقى حته جته زي الجته دي ادبلها في الشمس يوم كده ولا حاجه واقوم سقطها فيها، قرن فلفل قرن شطه سقطها فيها، بعيد عن الجبنه لان البراميل حداها ما شاء الله تبارك الرحمن. انا لسه
فاتحه فيها اليومين دول فاتحه واحد بس بياع. تمام اهو. الصلاة على النبي. لا ما انا ما اسيبش ذره من المش دي، ما اسيبش ابدا. بس ايه رايكم في شويه الجرس اللي احنا عملناهم دول؟ حاجه كده الله يا يما، الله يا يما، احنا ما بنهزرش احنا يما. رضوى بقى في لمح البصر اعمل كده الاقي الحاجات دي اختفت من قدامي. طبعا في فاصوليا خضراء، العشق، كوسه، فلفل. عندنا فلفل قديم يا رضوى؟ لا والله. ايوه بس عندنا في الفريزر. عندنا عندنا العلب اللي احنا بنفرمها في الفريزر، لكن فلفل صابح لا. صح؟ طماطم عندنا ومحدش قدنا. عندنا في الفريزر برضه. ايوه بس عندنا صبحه؟ لا. ماشي. هاتلنا بقى. عندنا ليمون. عندنا ليمون كتير. عندنا ليمون كتير. ايوه عشان انا بعوزها كتير، اكتر حاجه بعوزها اصلا في البيت. بصوا الخياره اللي زي دي كده تسقطها في قلب المش ونسيها بقى، وتعالي بعد 3 ايام ولا 4 ايام يا عيني على الحلويات والشربطات. والجته في المش يا ولاد بتبقى فظيعه فظيعه فظيعه. اما اخد صابع موز كده ارد روحي الاول، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. ايه الموز دي؟ موز بلدي. بسم الله بسم الله. ده مسكر يا بيه. اهو بلدي. اوعى ترمي قشر الموز ده. ليه؟ نشفوه وهروه وحطوه سماد للتربه. كلها في ستاسيون. كلها ايه؟ الغساله خلصها. كلها في تاسيون. كالسيوم. بصوا حبايب، رضوى طلعت على السطح كده جابت لنا الكم طماطمايه دي تبقى عسل في المش يا ولاد، تبقى عسل. والخيار والجزر ده اهو برضو اهو كل الحاجات دي تبقى في المش تحفه. انا عايزه اقول لكم الليمون اللي انا كنت مخللاه معاكم ما شاء الله تبارك الرحمن، يعتبر ما عادش منا غير برطمان واحد يا رضوى. وفي برطمان خيار والله العظيم انا عاملاه دخل في 3 اشهر، عاملاه وحطاه في ضلفه ورا الضلفه بتاعه التوابل وناسيينه. انا مش شفته والله العظيم 3 اشهر. اللي بقول الناس اللي بتقول لك اللي خيار بيطرى واللي خيار معرفش بيعمل ايه واللي خيار ابصر ايه، والله العظيم اللي خيار هفتحه لكم دلوقتي كاني لسه عاملاه يا ولاد، برضه من بواقي التلاجه. عشان كده بقول لكم بصوا في تلاجتكم، لو انتوا بتجيبوا كل سوق بصوا في تلاجتكم. بصوا في التلاجه كده شوفوا ظروفها ايه الدبلان فيها محتاج يتحط في المش، يتعمل بيه شويه مخلل. بقى طبعي فيها كل اسبوع الحمد لله رب العالمين. حبايب قلبي ابص في التلاجة اشوف اللي محتاج ان هو ان انا افرمه واحطه في الفريزر بحطه بنفعني، اللي محتاج ان انا بعملها في المش بحطه، طماطم عايزه تتطبخ بعملها. دي كلها حاجات بتنفعك طول الاسبوع. طبعا لو انت هتعملي الجته بكميات يستحسن ان الجته دي تفضل في الشمس يومين لحد ما تدبل، وبعد كده تحطها في قلب المش. لكن هما كام واحده حدانه وانا عارفه ان انا هحطهم النهارده تاني يوم هيطلعوا من المش يتاكلوا. صح يا رضوى؟ ده اكيد. اهو بصوا يا اولاد، دي الليمون اللي انا كنت عاملاه معاكم اهو هو دي اللي فاضل. بس هو دي اللي فاضل، ودي الخيار اللي كان ايه اهو. بصي يا رضوى، الخيار دي يا حبايبي كان يعني انا لو ما خدتش بالي دلوقتي ودخلت بصيت كان ممكن يتركب
بصوا الجمال، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بصوا يا ريحتها ولاد، حلوة. ريحتها ايه يا رضوى؟ ريحتها جميلة. دي كان كام خياره كده دبلانين في قلب التلاجة. باين عليها. دبلانين يا عيني كانوا عيانين في قلب التلاجة. بصوا شوفوا الميه عامله ازاي، اقسم بالله تتشرب. ريحة جري. ولا عفن جري، ولا عفن ولا الشرش الابيض اللي بيبقى على الوش دي ولا اي حاجه. اهو بسم الله ما شاء الله تبارك الله، عشان تعرفوا ان احنا ما شاء الله تبارك الله احنا معلمين، احنا معلمين. بصوا التكه دي، شفتوا التكه؟ صلى على النبي. شفتوا؟ والله زياده عن 3 اشهر. اسمع كده القرمشه، بسم الله. هذا مصلي على النبي. طعمه حلو؟ لا طعمه مش حلو خالص. لا مش هنستغنى عن شويه الميه دول. اهو يا ولاد، شفتوا الجمال؟ في مخلل في الدار، يعني لقمه عيش وحته سلطه، يعني شويه كشري جنبها حته مخلل وشويه سلطه والدنيا بتمشي. بيضه مسلوقه وشويه بطاطس محمرين وحته مخلل اللي بتطلع الدنيا بتمشي. المخلل لا غنى عنه في البيت. خلي بالك ادي الخيار، هوريكم برضو الليمون بس نمسح الدنيا كده. لا غنى عن المخلل في البيت، وخصوصا عند الفلاحين يا ولاد. يمكن اكتر حاجه احنا بنهتم بيها بصراحه المش والجبنه والمخلل والحاجات دي. ما شاء الله تبارك الرحمن، طول ما هي في البيت تحس ان البيت مستور. وقت ما يطب عليك ضيف بيبقى هو الاساسي. خلي بالك المخلل عند الفلاحين بيبقى اساسي على الاكل. بصوا الجمال، صلوا على الحبيب المصطفى. ده الليمون الاخضر اللي كنا جايبينه سوا اهو. بصوا الجمال، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. فضينا الميه وسيبنا الليمون. انتوا شوفوا شكل الليمون، شوفوا شكل الليمون، والليمونه دي طلعت لنصيبها. تعالي هنا كده يا ربوه، شوفوا الليمون والله العظيم والله ما متحمله. اهي بنتي يا رضوى تيجي نعمل شويه كشري فول. فوق ما عملتش معاكم الفول اللي هو المفصصه دي خالص في القناه. عارفين انتوا الفول المدشوش بتعامل كشري يا ولاد بيبقى زبده، وانا ليا طريقه فيه بقى بيطلع مفلفل ولا معجن ولا اي حاجه. تيجي يا رضوى؟ لا ليه يا رضوى؟ والله لا عاملاه، بدل قلت لا والله لا عاملاه. يا بتاعت المكرونه والاندومي. انتوا عارفين حاجه انتوا؟ بصوا الليمونه، بصوا الليمونه طالعه من البرطمان بتزغرط. شوفوا الليمونه طالعه عامله ازاي. عمار ابني بقى ربنا يديله الصحه يا رب ويحميه، بيعمل ايه يا رضوى؟ يحطها على معلقه واحده وياكل دي كده على طول بميتها بحالها بمحتلها. ممكن ياخد لها 3 4 في ايده بألف هنا وشفا يا رب وياكلهم. عمار بيحب الليمون، بيحب الاكتر مخلل. عمار بيحب اكتر مخلل عمار بيحبه هو الليمون والجزر والزيتون. ابوك بيحب الجزر، رضوى بتحب الخيار، جنات بتحب الحاجات بتاعت المش زي حالتي. انا عايزه اقول لكم ان سامعه كده اللهم اجعله خير ان القشر البطيخ بتخلل. فهل عندكم هذه المعلومه ولا انا حصري واول مره؟ اول مره. الحته البيضاء اللي بتتنحت دي يا رضوى بتخلل والله العظيم. لما تيجي نجرب يا ماما. نجرب؟ لا انا ما اجربش، ما جازيفش انا بقشر البطيخ. والله تيجي نجرب، انا عايزه اجرب، عايزه اشوف طعمها يبقى ايه. نسال الاول نشوف التعليقات هيقولوا ايه وبعد كده نبقى نعمل. شوفوا يا ولاد والله العظيم، شوفوا يا ولاد، شوفوا الليمون، شوفوا عيالي بيموتوا بعض جوا. شوفوا يا ولاد، طب دي حته خيره يا رضوى. شوفي يا رضوى الخيره. بنتي وانا عارفاها. تعالي بقى نسقط الايه اللي بقى لو كانت في المش. يا بتاع المش انت يا جميل. حامية شوية. حامية 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 حرة.
بصوا يا ولاد، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. زي ما قلت لكم، لو هتعملي كميه كبيره يستحسن الجته تدبليها الاول. وادي الجزر، المش بيبقى داير على طول ما شاء الله تبارك الله. دي مش السنه يا ولاد اللي كنت عامله معاكم، بتقوم عامله ايه بالصلاه على النبي. دي بقى اللي هشوفه حاطط ايده على الطماطم دي بقى اهو. ولا الزيتون شبهها عليا النعمه، ولا الزيتون ما شاء الله تبارك الله. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم جميعا يا رب، اللهم امين. اهو بعيد عن الجبنه اهيا، اهو اهو اهو. الله على ريحه المش يا رب، والله ترد الروح العدمانه. ساعه ما بشم ريحه المش بفتكر جدودنا. كنت لسه اقول لك المش بتاعك عامل زي المش بتاع جدتي. الله يشفيك. ربنا يشفيها يا بنتي يا رب. ما هي اللي معلماني برضه على حته جبنه. جدتك هي اللي معلماني برضه حته المش والشطاره في شغل الجبنه والمش دي من فضل الله. ثم جدتك بدر برضه. الله يشفيك. شوفوا بقى، ده هيفضل في ريحنا في المطبخ هنا. شويه لبن رايبين يفيضوا، كوبايه لبن. مش مستاهله ان انت تفتحي البلاصي مخصوص عشان تحطيها تقومي سقطاها هنا. حته مرته فاضله من اكل العيال اهو. صلاه على النبي. المح حد من اصحابي اللي بيجوا هنا يقولوا لنا هات لي حبه مش، عرفوا ان انتوا هتتزاجلوا في الشارع. اجيب ليمون فين احطهم؟ لا هينفع. ليمون من ده. طب حط حط هنجرب. صدق الخير ده طعم حلو برضه. لسه بتشككي في قدرات امك برضه. كلت الصحن ولسه بتشككي في قدرات امك. مخلل. عادي. بحسبك هتحط ليمون من التلاجة. لا تحفه تحفه دي. مش تكتري بقى عشان الليمون مش يخلص. يعني ما انت هتاكليه هنا برضه. هبعت جنات تجيب لنا ايه، مش سامعه كلام البت دي. هبعت جنات تجيب لنا فول مدشوش ونعملها كشري وبطاطس وبيض وسلطه. اللي مخلي فتحت نفسي يا بنتي يا رضوى ولا الكشري. كشري الفول المدشوش عشان تتعلميه يا رضوى. مش عملتها قدامك خالص. مش عايزه اعملها. مش النهارده. فرحه البرستيج مظبوط. البرستيج مظبوط بجنب طبق المش. خسرت الكشري يا خسرت الكشري يا خساره يا خساره. كنت ناوي اعمل لك حته اكله النهارده يا ابو عمار، فلتت منها. فاجأتنا هذه المفاجاه الجميله الجموله. ابو عمار كان في المنصوره يا ولاد، ربنا يشفى ابو احمد يا رب ويحوش عني. بعتنا جبنا كيلو فول مدشوش، يعني كنت بعت اجيب ربع كيلو، جنات راحت جابت كيلو. بتشجعك اكتر. واصلا محدش بقى المشكله الطعميه ما بنعملش بيه حاجه. شوفوا بقى ان شاء الله ما نحرم منك. اللي بيكرم اهل بيته ربنا بيكرمه حتى لو بحاجه بسيطه الناس بتشوفها بسيطه. بقول امبارح بالليل يا ياسر نفسي اكل ذره مشوي. شفتوا الجمال وساخن ريحه الليل وساخن بصوا، والمصحف ساخن لسه. ان شاء الله تنسطر دنيا واخر. جايب اكل من اهل الشام. في ناس دنيه كده تلاقيها كانت موصياك من امبارح ولا حاجه. الواد ابنك الصغير ده برجر. طبعا اهل الشام يا جماعه احنا زباين عندنا من زمن الزمن. بطاطس بقوا عاملين علبة بطاطس زي شوف بتفاجئني. اهدي يالي اهدي. علي يا بنت المروحه دي درجه الحراره عليت. اهدي يالي. لا ده انا بقول برجر. اللهم صل على النبي. والله ريحتها حلوه. انت مالك؟ لا انا زعلانه منك. شفتوا؟ هذا اللي ابوك كان عاوز ياكلها. شفتوا؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الله. سخنه ولا مش سخنه؟ والله سخنه. هي معموله
انتوا عارفين ابو عمار. ابو عمار من بدري في المنصورة، انت عارف داخل البيت الساعة 5. شوفوا الساعة 5:30. 38. بسم الله. دي ايه؟ المخبوزات بتاعتهم تحفة يا ولاد والله. ابو عمار جاب لنا منها كم مرة ما شاء الله جميلة. ربنا يخليك ليا، ربنا يخليه ليا يا اخوي. جايب لك كده، جايب مخبوزات. انت جاي لنا بالليل؟ جاي لنا ايه؟ بابا موسم بالله. مجموعة اكل كتير. مجموعة اكل. انا زعلانة من عبده يا ولاد، خصماه. شاد شعر جنات. شاد شعر جنات، وانا جاي لها يحترم اخواتها الكبار ومش شاد شعرها كده وخلاص. ده خلعهولها من الجدي. خص عليك يا عبودي. تستاهل. حسك عينك تمد ايدك على حد من اخواتك تاني. ده انذار اهو قدام ابوك، عشان مش كل شويه تقول انا هقول لبابا وتهددني. قلت لها في وداني. شوفوا يا ولاد، الحاجات دي تحفه حديقه. احنا هنقعد ناكل. جزاكم الله عنا كل خير يا ابو عمار، يا ابو الابرياء يا غالي، وربنا يشفى ابو احمد ويشفى حماتي يا اولاد. الكشري اوعدكم ووعد الحر دين عليه، لازم اعمل لكم كشري فوق. يلا السلام عليكم. يوسف. نعم حبيبي يا ابو يوسف. حبيبي يا ابو اليسر. اشمعنى يعني حبيبك يا ابو اليسر؟ بعد ما خلعت شعر اختك بتقول لابوها حبيبي يا ابو اليسر، ولا بتثبت ابوك؟ ايوه كنت بثبته على حاجه. حبيبي عم